يا جدعان هو ازاي لعيب زي علي معلول ما ينضمش حتى للبعثه اللي راحه صن داونز وتلاقيه بيلعب ماتش الناشئين قدام فاركو في كاس الرابطه؟ يعني انت عايز تقنعني ان علي معلول مش جاهز انه يلعب ماتش زي ده؟ عايز تقنعني ان اي باك ليفت في الاهلي ايا كان اللي هو انت رايح اصلا من غير باك ليفت هيبقى افيد من علي معلول؟ انت بتشوف المستوى اللي بيلعب بيه يحيى عطيه الله اللي يعني ما يفكركش حتى بصبر الرحيل، انت فاهم؟ وبتشوف المستوى اللي بيبقى فيه كوكا لما بيتوظف في المركز ده، وبتشوف عامه مستويات الباك ليفت عامه في الاهلي عاملين ازاي، وتيجي عند معلول تستبعده اصل هو مش جاهز، اصل هو كبر في السن، اصل هو مش عارف ايه. يا عم لو هقول لك حتى مش هيلعب ماتش سان داونز على الاقل ضمه، ده واحد من كباتن الفرقه ولعب هناك اكتر من مره فيقدر يضيف من خبرته للعيبه اللي حواليه. حاجه غريبه جدا الصراحه. يعني انت حتى اللي هو بتقول انه ممكن ما يكونش جاهز وبتاع، طب ما انت بتلعبه في ماتش قدام كاس الرابطه قدام فاركو وبتاع، طب ما كنت ضمه. فبامانه الفتره الاخيره المعامله اللي بيتعامل بيها معلول انك تستبعده من الماتشات وحوارات عشان تجدد له، وانك مش مقتنع بيه وبتلعب عليه لعيبه قسما بالله. يعني اقول لك ايه، علي معلول برجل واحده يلعب على اي باك ليفت في الاهلي، وتلاقيه في الاخر بيلعب مع ناشئين 2005 قدام فاركو في كاس الرابطه. يعني حاجه فاهم، حاجه تستدعي الضحك. وقول لي انت رايك في حاجه زي كده، ايه رايك عامه في استبعاد معلول من الفرقه وانه بره تماما حسابات كولر؟